انا دابا في مدينه بوسطن في ولايه ماساتشوستس الامريكيه. هذه الولايه معروفه بالطبيعه ديالها وايضا بالجامعات الكبار اللي فيها بحال جامعه هارفارد اللي تخرج منها اكبر عدد ديال الفائزين بجائزه النوبل، وام اللي اختراعات تاع التلاميذ ديالها بدلوا العالم. لكن في هذا الفيديو بغيت نهضر على جزء من التاريخ ديال هذه الولايه وبالضبط كيفاش تحيدت العبوديه منها. كيف كنعرفوا في كتب التاريخ ان العبوديه في امريكا تسالت سنه 1865 نتيجه للحرب الاليه. لكن في هذه الولايه بالضبط العبوديه تحيدت بسبب واحد المراه سوداء ما كتعرف لا تقرا لا تكتب، سميتها اليزابيث فريمان، وكانوا كيعيطوا لها مام بيث اي مي بيث. هاد اليزابيث ولدت في العبوديه وكان كيمتلكها واحد المحامي سميتو جون اشلي، وكان من الاغنياء ومن الكبار ديال الولايه وعنده مكانه كبيره بين السياسيين وبين رجال الاعمال. لكن اليزابيث كانت كتعاني في الدار ديالو من سوء المعامله من طرف الزوجه ديالو. في سنه 1780 كانت كتسربي الضياف ديال المحامي وهي تسمعو كيتناقش مع الضيوف ديالو على واحد الماده جديده في الدستور ديال الولايه مكتوب فيها يولد جميع الناس أحرار ومتساويين وعندهم حقوق طبيعية وأساسية من بينها الحق في التمتع بحياتهم وحرياتهم والدفاع عليها. فاش سمعت هادشي مشات عند محامي معروف بأنه متعاطف مع قضية العبيد وطلبته يعاونها أنها ترفع دعوة باش تتحرر، حيث الدستور كيكفل لها الحرية ديالها. غادي يوافق وغادي يعاونها مع أن الملك ديالها معروف ورجل عنده نفوذ كبير في الولاية، إلا أنها غادي تربح القضية سنة 1781 وولات إنسانة حرة. هذا الفوز في المحكمة غادي يكون الأساس باش غادي تمنع العبودية عامين من بعد من طرف المحكمة العليا، وفي أي 82 عام قبل ما تمنع العبودية بعد الحرب الأهلية في أمريكان كاملة. بعد ما تحررت إليزابيث من العبودية عاشت واحد المدة في الدار ديال المحامي اللي دافع عليها في المحكمة، وجمعت فلوس باش تشري أرض ودار وعاشت فيها حتى ماتت. وفي القبر ديالها كتبوا عليه اليزابيث فريمان ولدت وعاشت العبوديه 30 سنه وما كانش كتعرف لا تقرا لا تكتب. لكن في الوسط ديالها ما كانش شي واحد بحالها وما كانش تعتبر بان شي واحد احسن منها. ما عمرها ضيعت الوقت وما عمرها خانت ممتلكات وما عمرها فشلت في اداء مهمه، وكانت صديقه اكثر عطاء وام رائعه. فهاد القصة التاريخية اللي عجبني أكثر من عزيمة هاد السيدة والروح ديالها اللي ما استسلمتش للمصير المؤلم ديال العبودية هو روح القانون والمؤسسات اللي كان عند هاد الناس هادي من هادي قرون في القرن 18، وخصوصا كيفاش أن قرار المحكمة اللي يعتمد على الدستور تفرض على شخص عنده سلطة كبيرة، ومن بعد هاد القرار هذا رجع بمثابة قانون بحكم المحكمة العليا وتفرض على كل شيء، بحيث ما بقى حتى عبد في الولايه بعد 1783. فكنتمنى ان حتى عندنا تكون هذه الاستقلاليه ديال القضاء اللي سبقونا ليها ب 230 عام، ويكون احترام للقرارات ديالو اللي ما تفرقش بين الغني او الفقير او شركه او حتى الدوله. الدوله اللي مؤخرا بغات تدوز قانون جديد كنت هضرت عليه في الفيديو السابق وغادي يخليها فوق من القانون. شكرا على المتابعه، وإذا عجبك الفيديو ما تنساش دير جيم واشتراك في القناة باش يوصلوك آخر الفيديوهات. شكرا.